فيسبوك ضحكت عليه، وده عشان مفيش اي موقع او تطبيق او اي حاجة اخيرة انت استخدمتها اونلاين فيسبوك ملهاش اي علم بيه. هي عارفة كل حاجة انت بتستخدمها، وانت بنفسك اللي بتسمح لها توصل للبيانات والداتا بتاعتك عشان تحلل ده، وبناء عليه تعرض لك الاعلانات اللي تناسب استخدامك ونشاطك خارج فيسبوك جوه فيسبوك نفسه. تعال اوريك الموضوع بنفسك عشان تصدقني. ادخل على اعدادات الفيسبوك، بعدين ادخل على الاعدادات والخصوصية، بعدها ادخل على المعلومات والاذونات. هتلاقي في حاجة عندك اسمها نشاطك خارج فيسبوك. لما تيجي تدخل عليها هيطلب منك الرقم السري الخاص بحسابك. دخل الرقم السري عادي، وبعدين ابدأ اكتشف مدى المواقع اللي من اول ما عملت حسابك على الفيسبوك لحد دلوقتي كل البيانات بتاعتك اول ما دخلت عليها اتلمت كده واتصدرت وراحت لفيسبوك عشان يستخدمها ويقدم لك اعلانات تتناسب مع نشاطك. فلو مش عاوز تعمل الخاصية دي وتستمر عليها، يا ريت تعمل الغاء او حذف النشاط بالكامل الى اخره زي ما انت عاوز. بالمناسبة لو عايزين فيديوهات اكتر من النوعية دي اكتبوا لي تحت في التعليقات، وما تنسوش لايك وشير وتابعني عشان يوصلك كل جديد.